أنمي النهاردة بيتكلم عن قوة تأثير الجاسوسية وإزاي ممكن عيلة واحدة من الجواسيس بقدرتهم وذكائهم الخارق يغيروا في تاريخ العالم على مدار آلاف السنين. فلو عايزين تعرفوا أكتر عن قصتنا وقصة العيلة دي بالظبط خليكوا معانا. بيبدأ المسلسل مع تايو وهو قاعد في جنازة أمه وأبوه وأخوه بعد ما فقدهم في حادثة عربية تعرض لها معاهم، ولأنه للأسف طلع من الحادثة سليم لوحده بيكون حزين جدا على فراق أسرته، وبيبص على صديقة طفولته موتسومي اللي بتكون قاعدة جنبه وبتحاول تواسيه، واللي بيتخيل إنه ممكن يفقدها في يوم من الأيام، وبيحزن عليها زي ما هو حزين على أسرته دلوقتي. فبيسحب إيده من تحت إيديها وهو مقرر يبعد عنها عشان ما يتأثرش بعدين لو فقدها، لكن وقتها موتسومي بتفهم اللي هو بيفكر فيه وبتوعده إنها هتفضل جنبه للأبد ومش هتبعد عنه أبدا. وبعد فترة بيرجع تايو لمدرسته عشان يباشر حياته الطبيعية، لكنه مش بيتخلى عن المبدأ الجديد اللي حطه في حياته، وهو إنه يبعد عن الناس عشان ما يتعلقش بيهم. عشان كده لما 3 من زمايله بيطلبوا منه إنه يخرج معاهم بيرفض، وبيقول لهم إنه مشغول ومش مستعد لكده، وواضح كده إنهم بيحاولوا معاه كل يوم وهو دايما بيرفض يقرب منهم. الوحيدة اللي بتجيله تقعد معاه هي موتسومي، واللي بتكون جايباله معاها الأكل اللي بيحبه، وبتقوله إنها خايفة عليه من إنه يفضل عازل نفسه عن البشر طول حياته. لكن برضه تايو بيطلب منها إنها ما تتدخلش في الموضوع نهائي. وخلال ما هم بيتكلموا بيظهر مدرس عندهم في المدرسة اسمه كايو، وبياكل الأكل اللي كانت بتقدمه له متسومي، وبسبب تصرفه ده بيتوتر تايو وبتنزعج متسومي هي كمان من أسلوبه، وبتسأله هو بيعمل إيه هنا لأنه المفروض دلوقتي يبقى بيدرس بره المدرسة. فبيقول لها كايو إنه رجع لأنه اشتاق لأكلها. هنا بيستغرب تايو من الطريقة اللي متسومي بتتكلم معاه بيها، وبتطلب منه متسومي إنه يسيبهم ويروح لمكتبه، لكنه قبل ما يتحرك بيطلب من تايو إنه يروح للمكتب بعد اليوم الدراسي ما يخلص. وقتها تايو بيتوتر أكتر لأنه مش عارف هو عاوزه ليه. وبعد الحصة الأخيرة بيروح تايو لمكتب كايو، وهناك كايو بيعرض له مجموعة صور مصورها لموتسومي من مراحل عمرية مختلفة. فبيحس تايو إنه مهووس بيها وبيخاف عليها منه، وبيقرر يبلغ البوليس عنه أول ما يخرج من عنده. لكن المفاجأة لما كايو بيوري له فيديو صوره لطالب في سنة تالتة اسمه تاناكا كان بيطارد موتسومي باستمرار وبيعبر لها عن إعجابه بيها، وبيكون كايو مصوره في الفيديو وهو مكتفه وبيضغط عليه عشان يبعد عنها نهائي. في اللحظة دي تايو بيتأكد إن كايو مختل. المشكلة بقى إن كايو بيطلع آلة حادة وبيصوبها على رقبة تايو، وبيقول له إنه مستعد يعمل أي حاجة عشان يحمي حياة أخته الصغيرة. هنا بيتضح إن كايو يبقى أخو موتسومي الكبير، وده قبل ما يأذي تايو بتدخل بنت لابسة أبيض للمكان وبتسحب تايو من قبضة كايو من غير ما يحس، وبرضه بتختفي بيه زي ما ظهرت من العدم. في الوقت ده تايو بيكون فقد الوعي، ولما بيفوق بيلاقي نفسه في وسط ناس شكلها غريب ومعاهم موتسومي، فبيتخض وبيسألها مين دول. ووقتها موتسومي بتعرفه إنها مخبية عليه سر كبير لازم تعرفه له، وبتقول له إن دول إخواتها وبتعرفهم على أسمائهم، وهم شينزو وشينو وكينجو وناناو وفوتابو اللي أنقذته من إيد كايو. بتقول له كمان إن كايو يبقى أخوها، وبعدها بتوري له الكلب بتاعهم واللي اسمه جولياس، وبتصدمه بالسر الخطير اللي مخبياه عنه بقالها 10 سنين، وبتقول له إنها تبقى جاسوسة هي وعيلتها وليهم شهرة عالمية في عالم الجواسيس، لدرجة إن أخوها كايو كان حاصل على المركز الأول في واحدة من أكبر المسابقات اللي ليها علاقة بالجاسوسية. وبيكون تايو مصدوم ومش قادر يصدق اللي بيسمعه ولا مستوعبه. لكن السؤال اللي بيكون شاغله فعلا هو ليه أخوهم كايو اختار إنه يستهدفه ويخلص عليه. ووقتها فوتابو بتعرفه إنه وصل لهم معلومة بتقول إن في شخص بيخطط لاغتيال موتسومي، وهو شاكك إنه يبقى الشخص ده، لكن تايو بيأكد لهم إنه مستحيل يعمل كده. وبتحكي له فوتابو إن من كام سنة موتسومي تعرضت لحادثة خطيرة بسبب كايو، وكانت على وشك إنها تفقد حياتها، ومن وقتها هو حاسس بالذنب وبيحاول يحميها من أي حاجة ممكن تتعرض لها مهما كان التمن، لدرجة إنه نقل شغله للمدرسة اللي هي فيها عشان تفضل تحت عينه طول الوقت. وفجأة جرس الإنذار بيضرب في البيت كله، فبيفهموا إن كايو وصل عشان يقضي على تايو، وبيفضلوا يزرعوا ليه فخاخ كتير في البيت عشان يلهوه فيها لحد ما يحطوا خطتهم. ووقتها فوتابو بتعرفهم إن الحل الوحيد لإنقاذ حياة تايو هو إنه يتجوز موتسومي، لأن دي الحاجة الوحيدة اللي هتمنع كايو من القضاء عليه، وده لأنه لما يتجوزها هيبقى واحد من عيلتهم وهم بيحرموا دمهم على بعض. ووقتها بيبدأ تايو يفكر في الموضوع، وبمجرد ما بيفتكر أسرته والألم اللي حس
بيحس بيه لما فقدهم بيتوتر وبيحس إنه مش هيقدر يرتبط بحد. وهنا متسومي بتحس بيه وهي اللي بترفض وبتقول إنها مش هتقبل تعرضه لمشاعر التوتر دي وهو لسه متعافاش من جرح الماضي. فبتقول لهم شينو إن دلوقتي مفيش حل غير إنهم يواجهوا أخوهم عشان يحموه منه. وأثناء ما هم بيخططوا بيتفاجئوا بكايو وهو قاعد وسطهم بعد ما تخلص من الفخاخ اللي زرعوها له. ووقتها فوتابو بتشيله من الكرافتة بتاعته وبتلفه في الهواء بقوة وبترميه في الأرض. وحتى ناناو بيستخدم تقنية غريبة وبيضربه بقوة، وشينزو بيسلح نفسه وبيهجم عليه. وهنا كايو بيطلع الأسلاك السحرية الفولاذية بتاعته وبيستخدمها في محاربتهم وبيبعدهم عنه، وبيأمرهم يسلموا له تايو وإلا هيهدم البيت أوضة أوضة وهم جواه. ووقتها فوتابو بتقرر تدي وقت إضافي لموتسومي عشان تهرب بتايو، وبتروح تواجه كايو وبتحاول تقضي على أسلاكه الفولاذية، لكن هو اللي بيتمكن منها وبيكتفها بيهم في سقف البيت. وساعتها كينجو بياخد موتسومي وتايو وبيخرج بيهم من المكان عشان يهربهم. وبتواجه شينو أخوها باستخدام أسلحة نارية جبارة، لكنه بيتفادى الرصاص بكل سهولة. وبياخد كينجو تايو مع موتسومي وبيخبوه في مكان آمن، وبعدها بيروحوا يقابلوا أخوهم كايو وكل واحد منهم متنكر في هيئة شخص تاني. وبنشوف موتسومي وهي متنكرة في شكل تايو، وكينجو وهو متنكر في شكل موتسومي، لكن كايو بيكشفهم بذكائه. فبترفع موتسومي آلة حد على كايو وبتحذره من إنه يقرب من تايو. ووقتها كايو بيوعدها إنه هيتخلى عن فكرة القضاء عليه، ولكن في مقابل إنها تفضل في البيت طول الوقت وما تخرجش منه أبدا عشان يكون مطمن عليها. وهنا بيخرج تايو من المكان اللي كان مستخبي فيه وبيفكرها بوعدها ليه يوم جنازة أسرته لما قالت له إنها مش هتبعد عنه أبدا، وبيعرفها إنه خلاص موافق يتجوزها عشان يفضل معاها للأبد، وبيطلب منها ترمي له خاتم الساكورا اللي في إيديها عشان تلبسه وجوازهم يبقى رسمي. ووقتها موتسومي بتفرح جدا وبتخلع الخاتم وبترمهوله عشان يلبسه، لكن كايو بينشر الأسلاك بتاعته حوالين الخاتم وبيقيده فيها قبل ما يوصل لإيد تايو. وهنا تايو بيقطع الأسلاك بإيده وبياخد الخاتم وبيلبسه، وبيتعهد إنه من هنا ورايح هو اللي هيحمي موتسومي. وبيدخل إخواتها للأوضة وبيباركوا لهم وهم سعداء. وتاني يوم بيصحى تايو على صوت المنبه وبيتصدم بكايو جنبه وهو ماسك آلة حادة وبيحاول يطعنه بيها، ولولا إنه كان صاحي من قبلها على صوت المنبه كانت الطعنة هتخترق جسمه. وبيقول له كايو إن هي دي الطريقة اللي هيصحيه بيها دايما، وإنه لازم من هنا ورايح ينام وهو سايب عين مفتوحة زي ما هم بيناموا في عالم الجاسوسية. وبعدها بيكتفوا بالأسلاك الفولاذية بتاعته وبيفضل يحركوا جواها وبيوهموا إن دي تمارين الصباح بس على طريقة الجواسيس. وهنا موتسومي بتدخل الأوضة وبتشوف تايو بالوضع ده وبتتعصب على أخوها، فبيقرر إنه يسيب تايو. وفجأة بيشيلهم هما الاتنين وبينط بيهم من الشباك، وبعدها على طول البيت بينفجر وراهم. وكايو بيعرفهم إن في شخص كان زارع قنبلة في البيت عشان يقضي على موتسومي، وبيقول لتايو إن عائلتهم كلها هدفها الأول هي حماية موتسومي من أي خطر، ولازم يعمل كل اللي في وسعه عشان يثبت إنه يستحق يبقى فرد من عائلتهم. وبعدها بيركبوا العربية معاه وبيسألوا تايو إيه السبب اللي ممكن يخلي موتسومي ليها أعداء عاوزين يستهدفوها. فبيعرفوا كايو إن موتسومي هي الزعيمة العاشرة لقبيلة اليوزاكورا اللي هم بينتموا ليها، وبيحكي له إن عشيرة اليوزاكورا اتولدت من أجيال كتير جدا، وكل جيل بيكون فيه شخص واحد خالي من أي قوة خارقة على عكس باقي أفراد الجيل، والشخص ده بيكون هو زعيم العشيرة في الجيل بتاعه، لأن هو الوحيد اللي أطفاله بيتولدوا بقوة خارقة. يعني الشخص اللي ما عندوش قوة هو سر استمرار قبيلتهم، ولو مات عائلتهم هتنتهي. وبيفهموا إن موتسومي تبقى هي الشخص ده في الجيل الحالي، وكلهم متعهدين بحمايتها. وأثناء ما هم في العربية بتهجم عليهم عصابة بالرصاص من عربيتين مصفحين بيطردوهم وبيكونوا عاوزين يقضوا على موتسومي. وهنا كايو بيطلع فوق العربية وبيدمر الرصاص باستخدام أسلاكه الفولاذية، وبعدها بيدمر العربيتين بتاعهم وبيقضي عليهم. وبيرجع للعربية من تاني وبيدي لتايو مسدس، وبيعرفوا إن مهمته الأولى اللي هيختبروا فيها هي إنه يحمي موتسومي من أي حد يتعرض لها النهاردة. وبيعرفوا إن في خبير متفجرات اسمه تامايا مستهدفها الفترة دي، وأعلن عن وجود 3 قنابل في الأماكن اللي ضحيته هتبقى موجودة فيهم. وأول قنبلة هو لقاها في البيت وبيأمره يلاقي الاتنين التانيين. وفي المدرسة بيفضل تايو يدور على القنبلة التانية في كل مكان لكنه مش بيلاقيها، وبيحس تايو إنه مش مناسب لحماية موتسومي، لكنها بتفاجئه وبتعرفه إنها كانت طول الوقت بتحلم إنه يتجوزها، وبتشكره على إنه معاها دلوقتي. وهنا بيشوف تايو القنبلة التانية وهي متعلقة
بتتحقق قدامه في سقف الأوضة اللي هم فيها، لكنه مش بيلحق يهرب بيها والقنبلة بتنفجر، بس تايو بيقدر يحميها من إن الانفجار يوصل ليها. وفجأة بيكتشف تايو إن القنبلة التالتة مزروعة في هدومه، وما بيكونش لاقي مخرج مناسب عشان يهرب منه ويبعد عن موتسومي، فبيقرر يرمي نفسه من الشباك عشان النار ما تطولهاش. وأثناء ما هو في الجو بيتفاجئ إنه متقيد في أسلاك كايو، وبيغرس سلك منهم في القنبلة اللي في هدوم تايو وبيعطلها. وبيكون سعيد إنه قدر يحمي أخته منها، وبيوعده إنه هيفضل جنبه وهيحميه زي ما بيحمي موتسومي بالظبط. وبيظهر إنه قدر يخطف تمايا وبيكتفه بالأسلاك بتاعته، وبيرميه لبعيد مع القنبلة اللي كان زارعها في هدوم تايو، والقنبلة بتنفجر فيه وبتقضي عليه. ومن شدة خوف تايو على موتسومي بيحلم باستمرار بكوابيس بتهدد أمانها، وبيصحى مفزوع من النوم. وبيقرر يطلب من فتابو إنها تساعده يبقى شخص أقوى عشان يحمي موتسومي من غير ما يلجأ لمساعدة حد. فبتعرفه إنها هتدربه على قواعد عشيرة اليوزاكورا في القتال، لكن بشرط إنه يفضل عايش معاهم شهر كامل في القصر الأول. فبيحس تايو إن الأمر بسيط جدا وبيوافق. وهنا رجله بتقع في حفرة في الأرض، وبتكون الحفرة دي مليانة بالخناجر الحادة. ووقتها فتابو بتعرفه إن القصر كله مليان فخاخ من أنواع مختلفة، لأنهم بيستخدموها في تدريب الجواسيس. وبتعرفه إن لو قدر يتخطى الفخاخ دي لمدة شهر كامل فهو كده هيكون مستعد للتدريب الحقيقي. وبيمر الوقت وبيحاول تايو يتفادى كل الفخاخ اللي بتقابله في القصر، على الرغم من إنها كلها بتكون في قمة الخطورة. وبيبدأ يشتغل على قوته ولياقته مع الوقت عشان يتطور ويبقى أحسن. وبتلاحظ موتسومي إنه بيحمل نفسه فوق طاقتها، فبتقعد معاه وبتفكره بكل مرة دافع عنها فيها قبل كده وهم صغيرين. وبتأكد له إنه شجاع وقوي ومش محتاج يجهد نفسه بالطريقة دي، لكنه بيفضل شايف نفسه محتاج لتدريب أكتر. وبيجتهد بشكل مبالغ فيه لدرجة إنه بيتصاب بحمى، وناناو بيكشف عليه وبيقول إنها جات له بسبب الإرهاق. وبيكون فاضل أسبوع واحد على الشهر اللي حددته له فتابو، وبيقرر إنه يكمل بنفس الطريقة اللي اتدرب بيها في ال3 أسابيع اللي فاتوا. لكن فتابو بتكون شايفة إنه لو اتحرك من مكانه وهو في الحالة دي مستحيل ينجو، وبتفهمه إنه لازم يحمي نفسه الأول عشان يقدر يحمي موتسومي. وبتديله كتاب يقراه لحد ما يخف ويرجع يباشر تدريباته من تاني. وبينتهي الشهر وبيخف تايو، وفجأة خاتم الساكورا اللي في إيده بيصدر شعاع ذهبي، وده معناه إنه نجح في اختبارات الفخاخ وتم قبوله كفرد من عشيرة اليوزاكورا. وبيعرفوه إن من هنا ورايح صعوبة الاختبار هتشد عليه عشان تليق بيه كواحد من عشيرتهم. وبيدخل في تدريبات شاقة جدا، وبيساعدوه اخوات موتسومي على إنه يتخطاها، وبيظهر التطور عليه في كل سلوكياته. وتاني يوم بيكون شينزو عنده مهمة هينفذها في بنك المدينة، لكنه بيتصدم إن الحراس كشفوا وجوده. وبيهرب شينزو المخزن من مخازن البنك، وبيستخبى فيه وبيتصل بموتسومي وتايو وهو مرعوب، وبيعرفهم إنه مش هيقدر يواجه الحراس من غير أسلحة. وبيترجى تايو إنه يتصرف وينقذه. ووقتها بيتوجه تايو للبنك عشان يجيبه، وأول ما بيدخل بيكتشف واحد من الحراس وبيصوب مسدس عليه. وهنا تايو بيفتكر التدريب وإنه إزاي يتعامل مع الخصم اللي موجهه لسلاح، وبيقدر إنه يتخلص منه. وبعدها بيهجم عليه مجموعة من الحراس وبيكونوا مسلحين بأسلحة حادة، وبيحاولوا يطعنوه، لكن بفضل تقنيات عيلته المتطورة بيتغلب عليهم برضه. وأول ما بيوصل لشينزو بيوصل للحراس عندهم، فبيضرب شينزو نار عليهم بالمسدس اللي جابه له تايو، وبياخده وبيخرج من المخزن. وهنا واحد من الحراس بيضرب نار على تايو وبيصيبه في رجله، فبيقع على الأرض وهو بينزف. بس شينزو بيقدر يخلص على الشخص ده بسهولة، وبعدها بيشيل تايو على ظهره وبيرجع بيه للقصر. وتاني يوم بيكون تايو لوحده في الشارع، وبيجيله شخص غريب بيقوله إنه من الشرطة واسمه هيتو وعاوزه يجي معاه، وبيوري له الشارة بتاعته عشان يصدقه. فبيروح تايو معاه لغرفة الاستجواب، وهناك هيتو بيعرض له صور ليه من الجريمة اللي عملها في البنك، وبيعرفه إنه لقاها على الدارك ويب. وبيأمره يديله معلومات عن المنظمة السرية اللي هو شغال لحسابها واللي أمرته يتعدى على بنك المدينة. لكن تايو بيقول له إنه مش شغال لحساب حد، وبيرفض يخون عيلته ويعترف عليهم. وهنا هيتو بيقرر يعذبه لحد ما يعترف، وبيكون هيتهجم عليه بمطرقة حديدية. بس بيظهر كايو في اللحظة الأخيرة وبيمسك المطرقة بأسلاكه الفولاذية، وبيظهر إن كل اللي حصل كان مجرد اختبار لتايو عشان كايو يشوف هيعترف عليهم ولا لأ، ويختبر ولاءه لليوزاكورا. وبيظهر إن هيتو فعلا ضابط حقيقي، لكنه بيشتغل مع اليوزاكورا عن طريق إنه بيتستر على أعمالهم الشريرة في مقابل إنهم يساعدوه في حل القضايا اللي بيمسكها.
فيها. وتاني يوم بيخترق شخص مجهول قاعدة بيانات اليوزاكورا، وأول شخص بيكتشف ده بتكون شينو، وبتكتشف كمان إن الشخص اللي اخترقهم قاصد يوصل لمعلومات عن تايو لوحده، لكنها بتحدث النظام الخاص بالحماية بسرعة وبتخرجه بره دايرة القاعدة. وبتخرج تايو مع متسومي وبيتفاجئوا بشخص مجهول بيرمي عليهم إبر في الشارع، فبياخدها تايو وبيحاول يهرب بيها لطريق آمن، لكن الشخص ده بيفضل يطاردهم ويرميهم بالإبر. وفجأة بيظهر الشخص ده عن نفسه، وبتتصدم متسومي إنها تبقى أياكا جاسوسة الإبر، وبيكون معروف عنها إنها بتطارد الرجالة اللي معجبة بيهم وتخلص عليهم بالإبر بتاعتها. وبتقول أياكا لتايو إنه هدف مميز بالنسبة ليها، وده لأن في منظمة خطيرة في عالم الإجرام وعدت بمكافأة $100,000 للشخص اللي هيقدر يخلص عليه. وبيظهر إن هي اللي اخترقت قاعدة البيانات، بس لأن قوتها بتعتمد على عنصر المفاجأة فبتقرر تمشي بعد ما اكتشفوا أمرها، وبتقول له إنها هتشوفه تاني قريب. وتاني يوم في المدرسة بيتفاجئ تايو بأياكا وهي بتنتقل للفصل بتاعهم، وبتفضل طول الوقت تحاوطه بالإبر بتاعتها على أمل إنها تقضي عليه، لكنه بيتفاداها دايما. ولما بتمل أياكا وبتلاقي إن مفيش أمل منه، بتحقن زمايلهم في الفصل بمادة تساعدها تتحكم في دماغهم وأفعالهم، وبتأمرهم يتمكنوا منه ويخلصوا عليه. وأول ما بيقيدوه بيهجم مجرم على الفصل من الشباك، وبيكون عاوز يقضي على أياكا وبيوجه رصاصته ناحيتها، فبتجري متسومي عليها وبتخليها تتفادى الرصاصة. ووقتها تايو بيتخلص من زمايله اللي مقيدينه وبيضرب المجرم بالنار، وساعتها أياكا بتستغرب هما ليه بيساعدوها رغم إنها عاوزة تخلص عليهم. فبتعرفها متسومي إنها أنقذت حياتها لأنها مش شايفة إنها شخص شرير، وساعتها أياكا بتتأثر وبتتخلى عن فكرة قتلهم. وتاني يوم بتطلب شينو من تايو إنه يساعدها في مهمتها الجديدة، وهي إنهم لازم يوقفوا مجموعة الكائنات قبل ما يصطدموا بمحطة الطاقة الحرارية. فبينطلق تايو معاها وبيساعدها، وبيظهر إن المهمة كلها كانت عبارة عن لعبة رسوم متحركة. وتاني يوم بيصحى تايو على مكالمة من ناناو بيعرفوا فيها إنه موجود دلوقتي في معمل اسمه معمل الشر، وبيعرفوا إن المعمل ده بيتم صنع أسلحة بيولوجية وكيميائية فيه من نوعية الغازات السامة. وبيحكي له دلوقتي إنه في مهمة وقف مفعول السلاح الأخير اللي العلماء اشتغلوا عليه في المعمل، واللي بيكون عبارة عن قنبلة مضغوطة في قرص، ولو تم تفجيرها في مكان فهي كفيلة تقضي على كل اللي موجود داخل محيط 10 كيلومتر. وبيعرفوا ناناو إنه مش هيقدر ياخد القنبلة في إيده وهو خارج لأنها ممكن تنفجر، فبيقرر إنه يبلعها. وساعتها تايو بيتخض وبيخاف عليه، لكن ناناو بيفهمه إنه جسمه من جوه هيقدر يتعامل مع المواد اللي فيها لأن قوته الخارقة هي مقاومة السموم. وبيعرفوا إنه نيم كل العلماء اللي لقاهم في المعمل، لكن المشكلة اللي بتواجهه إن هو نفسه هينام دلوقتي بسبب إن جسمه بيستخدم كل طاقته في تعطيل القنبلة. وبيطلب منه يجيله بسرعة ويساعده قبل ما حد يكتشف وجوده. وهنا تايو بيستعد وبيتحرك على المبنى اللي فيه معمل الشر، لكنه بيتفاجئ إن كل رجال الأمن في المبنى فاقدين الوعي وحد مخدرهم. ده كمان نظام الحماية الخاص بالمكان تم اختراقه، وبيكون متأكد إن مش ناناو هو اللي عمل كده لأن قدراته ما تسمحلهوش يتحكم في كل ده. وفجأة بيحس تايو إن في حد مصوب مسدس عليه من ظهره، وبيظهر إن واحد من رجال الأمن فاق واكتشف وجوده، فبيصوب تايو عليه المسدس اللي معاه. وهنا بيظهر شخصين لتايو بيكون أول مرة يشوفهم، وبيضربوا حارس الأمن بسلسلة حديد وبيخلوه يفقد الوعي. وبعدها بيعرفوا نفسهم لتايو، وبيظهر إنهم 2 من جواسيس الحكومة واسمهم سوي وأوجا، وبيتضح إن تم تكليفهم بمهمة هدم معمل الشر، وده معناه إن هم وتايو مهمتهم تعتبر واحدة. فبيتحدوا هم الثلاثة مع بعض وبيتحركوا في طريقهم للمعمل. وفجأة بيفوق عدد من رجال الأمن وبيكونوا هيتعدوا عليهم، لكن تايو بيصعقهم بطاقة كهربية جبارة وبيبطل قوتهم في الحال، وأوجا بيكون مبهور بيه. وبعدها بينزلوا الثلاثة للمعمل، وبيتصدم تايو إنهم عاوزين يقضوا على ناناو لأنه بلع القرص اللي فيه قنبلة، يعني هو نفسه بقى خطر على المدنيين. وقتها تايو بيقف قصادهم وبيأكد لهم إنه مش هيسمح لحد يقرب من ناناو طول ما هو لسه عايش، بس فرق الخبرة ما بينهم كبير وبيقدروا يوقعوه على الأرض بسهولة. وبيقربوا من ناناو وقبل ما يخلصوا عليه بلحظة بيفوق، وبيعرفوا إنه نتخلص من كل المواد الخطيرة اللي في جسمه. وعشان يأكد لهم صحة كلامه بيعمل تحليل فوري وبيديهم النتيجة بتاعته، فبيتأكدوا إن
مش خطر وبيسيبوه ويمشوا. وبتنتشر المقالات في الجرايد عن هزيمة تايو قصاد جواسيس الحكومة، وبيضر بسمعة اليوزاكورا، وده بيخلي كايو يتضايق منه ويكتفه عشان يعلمه الدرس. لكن متسومي أول ما بتعرف بتروح تحرره، وبتؤمر أخوها إنه يعتذر له. فبيقول لها كايو إن مفيش حاجة فارقة معاه غير سمعة اليوزاكورا اللي اتأثرت، بس هو مستعد يسامح تايو لو قدر يجاري أوجا وسوي وما يفقدش أثرهم ويبقى في نفس مستواهم من حيث التخفي وسرعة الحركة، ويعتبر ده نوع من التدريب ليه. وبيقبل تايو التحدي، وفي الأول تتابعهم بيكون صعب وبيكتشفوا مكانه، وبيخلص اليوم وهو مش قادر يجاريهم. وبتمر الأيام وفي كل مرة بيكشفوا سوي وبيبعدوا عنه، ومع ذلك تايو مش بيستسلم. وبيجي اليوم العاشر وهو لسه مستمر في مطاردته، ووقتها سوي بيمل منه وبيقرر يخلص عليه وبيهجم عليه بالسيف بتاعه. بس بيتفاجئ إنه بعد تتبعه طول الفترة دي عينه خدت على سرعة حركته وبيقدر يصد ضرب السيف بتاعه. ساعتها سوي بيقول له إنه كده اعترف بيه كجاسوس فعلا، وبيتخلى عن فكرة قتله لأنه شاف فيه مقاتل شجاع هيتطور أكتر مع التدريب، وبيسيبه يرجع للبيت من غير ما يأذيه. وتاني يوم متسومي بتاخد تايو وبتخرج، وبتفاجئوا إنهم رايحين يقابلوا سوي. فبيتضايق تايو أول ما بيشوفه وبيتصدم إن متسومي أصلا عارفاه. فبتقول له متسومي إنهم زمايل في الجاسوسية وشاركوا في مهمة قبل كده مع بعض. وبيتضح إن سوي عاوزها هي وتايو يقابلوا رين زعيمة جواسيس الحكومة، وبياخدهم للمكان اللي بيودي للمقر بتاعها، واللي بيظهر إنه عبارة عن كافيه كتمويه للمكان الأساسي. وبعد ما بيوصلوا لمكتب رين بيتفاجئوا بكايو داخل عليهم، وهو مصمم ياخد متسومي من وسطهم لأنه خايف عليها، لكن رين بترفض تسلمها له. فبيوجه عليها أسلاكه الفولاذية عشان يكتفها بيها، لكنها بتواجهه بشجاعة وبتقطعها له. وساعتها الاتنين بيدخلوا حرب ضد بعض، وبيشتد القتال لدرجة إن سوي ومتسومي مش بيقدروا يبعدوهم عن بعض. ولما بيحاول تايو يتدخل بيضربوه وسطهم من غير ما يقصدوا، وقتها بس بيوقفوا القتال. وبتقول رين لتايو إنها جايباه هنا لأنها عاوزاه في مهمة سرية بشكل ضروري، وبتعرفه إن في سياسي فاسد اسمه كوريوري معين 3 رجالة بيقوموا بأعمال الشغب في البلد لحسابه. وبتقول له إنه عنده حزب قوي متسمي على اسمه، وإنه مترشح لمنصب كبير في الوزارة، بس هو في الحقيقة إرهابي وزارع عدد من القنابل في أماكن معينة محدش يعرفها غيره والحزب بتاعه عشان يتخلص بيها من منافسينه. وبتعرفه إن مهمته هي إنه يكشف عن أماكن القنابل دي عشان يقدروا يوصلوا لها ويبطلوا مفعولها قبل ما الانتخابات تبدأ. وبتحول رين مظهر تايو لشكل بنت، وده لأن حزب كوريوري طالب تعيين سكرتيرة للحزب، وبتطلب منه يقرب منه على إنه السكرتيرة دي ويوصل لأكبر قدر من المعلومات اللي ممكن تفيدهم في مهمتهم. وبالفعل بينفذ تايو الأوامر وبيزرع نفسه وسط جماعة كوريوري، لكنه بيكون متفاجئ إنه على الرغم من مراقبتهم طول الوقت بس ولا مرة سمعهم بيخططوا لحاجة. ورغم كده أعمال الشغب والإرهاب لسه مستمرة في البلد. وبعدها بيقدر يكتشف إنهم بيتواصلوا مع بعض قدام الناس عن طريق شفرات معينة عشان الناس ما تفهمش هم بيقولوا إيه، وبيقدر يتعرف على خطتهم. وبعد أيام بيعمل كوريوري احتفال بيضم عدد من منافسيه، وبيكون مجهز لهم قنبلة عشان يقضي عليهم بيها. وأول ما القنبلة بتنفجر بيتفاجئ كوريوري إن تم التلاعب في مكوناتها بحيث إنها ما تقضيش على حد. وبيكشف تايو عن نفسه بس بيتصدم لما بيلاقيه عارف من زمان، وبيقرر يخلص عليه وبيخلي رجالته يوجهوا أسلحتهم عليه بسرعة. وهنا بيوصل سوي للمكان وبيكسر أسلحة رجالته بسيفه، فبيخافوا وبيهربوا وبيسيبوه لوحده، وبيتمكن سوي من القبض عليه. بس الغريب بقى أثناء ما هو في عربية الشرطة بيتفاجئ تايو بإنه عارف عن الحادثة اللي حصلت لأهله، وعارف كمان إن هو الوحيد اللي نجا منها، ودي أكيد مش صدفة زي ما هو متخيل. وقتها تايو بيتصدم، فبيسأله يعرف إيه بالظبط عن عيلته، لكن كوريوري بيرفض يجاوبه وبيعرفه إن العالم مليان بعدد كبير من الحقائق الخفية اللي هو ما يعرفش عنها حاجة. وأثناء ما هو بيتكلم معاه بيتصل سوي عليه وبيعرفه إنه نائب رئيس الوزراء تم اختطافه، وبيظهر إنه كان هدف كوريوري من البداية. وبيطلب سوي من تايو إنه يستجوب كوريوري عن مكان النائب. ووقتها كوريوري بيعرفه إنه رايح أصلا لمكان النائب دلوقتي، وبيفك نفسه من كل القيود اللي عليه وبيرمي الحلق اللي في ودنه على الأرض، واللي بيظهر إنه كان عبارة عن قنبلة بتفجر العربية اللي كانوا راكبين فيها. وبيقدر تايو ينقذ نفسه هو وسواق العربية، لكن كوريوري بيكون خلاص هرب. ووقتها سوي بيتصل بتايو وبيقول له يرجع للمقر، وهو هيحاول يوصل لمكان النائب عن طريق الGPS. في الوقت ده بيكون كوريوري وصل عند النائب وبيكشف له عن شكله الحقيقي، وهنا بيتصدم النائب ان اللي قدامه هو شخص كان فاكر انه خلص عليه من فترة طويلة. وبيتضح ان كوريوري في الاساس كان جاسوس ملوش علاقة بعالم السياسة،
السياسة، وكان اسمه الحقيقي جارو، لكنه فقد بنته على إيد سياسيين فاسدين من ضمنهم نائب رئيس الوزراء. ولما قرر ينتقم ليها قرر النائب إنه يقضي عليه، لكنه ما كانش يعرف إنه فشل في اغتياله، وبيفتح بث مباشر معاه قدام الشعب عشان الناس كلها تشوفه وهو بيخلص عليه وتعرف حقيقته. وهنا بيقتحم تايو المكان وبيحاول يصعق كوريوري بصعق اليوزاكورا، لكن الصعق مش بيشتغل عليه، فبيقرر تايو إنه يهاجمه، لكن كوريوري هو اللي بيتهاجم عليه وبيضربه. وبعدها بيجي له رجالته الثلاثة عشان يساعدوه يتخلص من النائب، وبتكون فرصة فوز تايو عليهم ضعيفة. بس ساعتها سوي بيوصل وبيعمل حفرة في الأرض بتبلع مساعدين كوريوري، وبينزل سوي وراهم للحفرة وبيحاربهم لحد ما بيقضي عليهم. في الوقت ده تايو بيحاول يواجه كوريوري، لكن كوريوري بيصدمه وبيطعنه بخنجر حاد. وعلى الرغم من حالة الضعف والنزيف اللي تايو بيكون عليها، إلا إنه مش بيستسلم وبيرجع يحاربه من تاني، وفي المرة دي بيدمر له كل أسلحته وبيواجهه بكل شجاعة لحد ما بيتمكن منه. وهنا كوريوري بيحترم ذكائه وبيقول له إنه عشان روح المقاومة اللي عنده هيكافئه وهيقول له يعرف إيه عن عيلته. بس قبل ما ينطق بتجيله رصاصة من مجهول وبتقضي عليه، وتايو بيكون هيتجنن لأن مفيش حد معاهم في المكان ممكن يكون ضرب الرصاصة. وقبل ما كوريوري يفقد حياته بيسلم خريطة لتايو وبيطلب منه يمشي وراها، وبيظهر إن الخريطة دي هي طريق للشجرة اللي بنت كوريوري مدفونة عندها. وبيكون سايب لتايو فتحة في الشجرة دي حاجة مهمة، وبيلاقي تايو في الشجرة صندوق صغير فبياخده وبيمشي من المكان. ولما بيرجع للبيت بيكون خايف من إنه يفتحها، لأنه في نفس الوقت مش عاوز يلاقي معلومات عن اللي خلصوا على أهله عشان ما يسعاش ورا قتلهم ويبقى مجرم. لكن متسومي بتشجعه وبتوعده إنها هتفضل تحبه مهما حصل. ولما الصندوق بيتفتح بيلاقي تايو جواه كورة من الرخام، وبيعرفوه إنها أداة لتسجيل المعلومات، وبتاخد شينو الأداة وبتقرر تشتغل على تحليلها. وتاني يوم بيخرج تايو مع متسومي وبيكون معاهم الكلب جوليوس، اللي تايو بيتفاجئ إنه بيتحول أحيانا لذئب ضخم. وأثناء ما هم ماشيين بيقابلوا مجموعة من الأطفال في طريقهم، وفجأة بتنفجر قنبلة في المكان، لكن جوليوس بيحمي متسومي والأطفال بجسم الذئب اللي بيملكه، ومحدش منهم بيتصاب. وبيظهر إن متسومي كانت هي الهدف من ورا القنبلة دي، وبتساعدها شينو عن بعد في تحديد مكان المجرم اللي بيتحكم فيها. وبيوصل جوليوس لعنده وبيلاقيه عبارة عن مهرج وبيقضي عليه بكل سهولة. وتاني يوم بيسمع تايو من متسومي عن حاجة اسمها رخصة الجاسوسية، وبيكون عنده فضول يعرف ايه هي الرخصة دي، فبتعرفه فتابو انها عبارة عن رخصة بيدوها للجاسوس اللي بيقدر يجتاز اختبارات معينة، واللي بيثبت انه جدير بيترقى وبياخد مهام اصعب بارباح اعلى. فبيتحمس تايو جدا للموضوع وبيقرر يعمل اللي يقدر عليه عشان يحصل على الرخصة دي. وفي اسرع وقت بيروح لمنظمة الجواسيس وبيخضع لاختبارات قاسية جدا وصعبة، بس بيتضح ان في النهاية تدريبات عائلة اليوزاكورا اصعب بكتير، وعشان كده بيقدر يجتاز الاختبارات دي وبياخد رخصة الجاسوسية، وبكده بيبقى جاسوس رسمي. وتاني يوم بيتفاجئ تايو براجل عجوز معاهم في البيت، وبيفتكر انه دخيل فبيضربه بمسدس الصواعق، لكن متسومي بتيجي في الحال وبتعرفه انه جدها بان، وبيظهر انه كان في مهمة جوه السجن عشان يجمع معلومات عن العالم الإجرامي، وهرب قبل نهاية المهمة بتاعته. وبيتضح ان الشرطة بتدور عليه عشان ترجعه، لكنهم مش لاقيينه. ولما بيحاول كايو انه يرجعه للسجن بيرفض تماما، وده عشان ما يفضحش تخفي عيلتهم. وبياخد تايو وبيختفي من قدامهم في لمح البصر، وبيخرجوا سوا وبيقضوا اليوم كله مع بعض. وبيظهر انه هرب من السجن عشان يحتفل بذكرى جوازه من حبيبته كيكو، وبيتفاجئ بيها وهي جايه لعنده وبتقنعه هي انه يرجع للسجن، وبتقول له بعد انتهاء المهمه يقدروا يبقوا مع بعض من تاني. وتاني يوم تايو بيروح يقعد مع شينو ومتسومي، وبتعرفه شينو انها انتهت من تحليل بلورة المعلومات، وبتعرفه انها لقت فيها قائمة باسماء الناس اللي كانت حاضرة فرح باباهم ومامتهم، وبتفاجئوا ان اسماء ابوه وامه موجودين في وسط قائمة الحضور. وساعتها متسومي بتبدأ تبكي وبتحس بالذنب، وبتطلب من تايو انه يطلقها، لان اكيد وجود اهله مع اهلها هو اللي كان سبب في هلاكهم. لكن تايو بيهديها وبيطلب منها ما تقولش الكلام ده تاني ابدا، وبيفهمها كمان انهم لسه ما عرفوش حقيقة اللي حصل لهم ولا يعرفوا مين اللي كان وراه، وبيوعدوا انه ايا كان اللي هيكتشفه فهو عمره ما هيزعل منها، خاصة ان هي السبب في كل القوة اللي حصل عليها في الفترة الأخيرة من حياته. وبعدها بيسأل شينو ايه اللي ممكن يعمله عشان يوصل للحقيقة، فبتعرفه انه لازم يروح لمكان اسمه مكتبة الموتى، وهناك هيلاقي معلومات عن الناس اللي فقدت حياتها بدون سبب واضح. وبتكون مكتبة الموتى عبارة عن منظمة خاصة بتمولها جمعية الجواسيس، وبتأكد له شينو ان المعلومات اللي فيها موثوقة ويقدر يعتمد عليها من غير ما يشك في صحتها، لكنها
لأنها بتفهمه إنه لازم ياخد حذره وهو هناك. وبالفعل بيروح تايو للمكان وبيخش ليه من خلال فتحة سرية في الأرض، وأول ما بيدخل بيشوف باحث وهو بيتكلم بصوت عالي، فبتيجي مي أمينة المكتبة وبتطعنه بضوافرها الفولاذية في دماغه عشان ما يزعجش الموتى بصوته العالي. وهنا بيخاف تايو وبيستخبى من قدامها في الحال، وبيحاول يخفي نفسه من قدامها بأي طريقة طول ما هو في المكتبة. فبتتواصل شينو معاه وبتفهمه إن طول ما هو محافظ على هدوءه هي مش هتأذيه. وفجأة وهو بيدور وسط الكتب بيقع كتاب من إيده، لكنه بيوطي وبيمسكه على آخر لحظة قبل ما يلمس الأرض ويعمل صوت. وبيفضل تايو يدور وسط الكتب بكل هدوء لحد ما أخيرا بيلاقي كتاب يخص أبوه، وبيلاقي فعلا معلومات عنه وعن أسرته وتفاصيل عن الحادثة اللي تعرضوا ليها مع بعض، لكنه بيلاقي إن سبب الوفاة مجهول. وفجأة بيقع نظره على قرص مجوف في الكتاب، فبياخد البلورة اللي لقاها في الشجرة وبيحطها على القرص ده. وهنا بتظهر قدامه معلومات جديدة ما كانتش موجودة قبل كده، وبيكتشف تايو إن تم التخلص من أفراد أسرته على إيد جماعة اسمها التانبوبو. وساعتها بيفهم إن الحادثة اللي تعرضوا ليها كانت حادثة مدبرة بدافع من الجماعة دي. وفجأة الكتاب اللي في إيده بينفجر، وعلى طول بتتحرك مي في اتجاه صوت الانفجار. وهنا شينو بترجع تتواصل مع تايو وبتوجهه عشان يقدر يتفادى ضرباتها ويهرب منها، وبمساعدة شينو وموتسومي بيقدر إنه يهرب من المكتبة بأمان. ولما بيرجع تايو للبيت بيقابل كايو واللي بيعرفوا إن جماعة التانبوبو دي خلصت على أمهم هم كمان بصفتها الزعيمة التاسعة لليوزاكورا، وبيعرفوا إنهم بيسعوا دلوقتي ورا موتسومي عشان يخلصوا عليها هي كمان، لكنه لحد دلوقتي مش قادر يوصل لهم. وبيكون كايو استفاد من المعلومات اللي عرفها من تايو بإنه يخلي بحثه عن قاتل أمه مقتصر على المجال الطبي، بعد ما عرف إن أبو تايو كان بيشتغل فيه. وده خلاه يقدر يتوصل لأن في 15 شخص توفوا في حوادث في نفس الفترة اللي أهله عملوا فيها الحادثة. ولما عمل تحرياته عن ال 15 شخص دول اكتشف إن كلهم في ارتباط بينهم وبين شخص معين، واللي يبقى مدير عيادة كبيرة في اليابان واسمه ماكوتو. وتاني يوم بيستعد تايو مع موتسومي عشان يروحوا للعيادة بتاعته، وبيتنكروا في زي 2 مسنين. وبتتظاهر موتسومي إنها جاية تتابع حالة تايو بسبب مرض مزمن عنده، وبيتم حجز تايو في المستشفى. وبيستنى لما الكل بينام بالليل وبيتسلل لمكتب ماكوتو، وهناك بيفتح الكمبيوتر بتاعه وبيقدر يوصل للملفات المشفرة. وساعتها بيتفاجئ إنه شغال على مشروع اسمه السومي، وبيكون عبارة عن إنهم بياخدوا بروتين السومنين اللي مش موجود إلا في دم زعماء اليوزاكورا، وبيصنعوا منه مصل عشان يقووا نفسهم بيه، لأن البروتين ده هو السبب الرئيسي في قوة أعضاء اليوزاكورا القتالية. وبيظهر إنهم خلصوا على أم موتسومي عشان يستخلصوا من دمها البروتين ده، وبيسعوا حاليا ورا موتسومي لنفس الغرض. وأثناء ما تايو بيفتش في الكمبيوتر بيتصدم بماكوتو وهو بيهجم عليه بعد ما حس بحركته في المكتب بتاعه، وبيهاجمه بآلة حادة بتخلي التنكر بتاعه يختفي. ووقتها بيبان قدام ماكوتو بشكله الطبيعي، اللي بيظهر إن ماكوتو عارفه في الأساس، وبيعرفه إنه وصل له أخبار بتقول إنه لسه عايش وما فقدش حياته مع عيلته، لكنه ما كانش متوقع إنه هيجيله لحد عنده. وبيأكد له إن لا هو ولا اليوزاكورا هيقدروا يوقفوا خططهم. وفجأة بيلاحظ تايو على رقبة ماكوتو شعار جماعة التانبوبو، فبيتأكد إنه من ضمنهم. وقبل ما ياخد أي خطوة بيطعنوا ماكوتو بآلة حادة في قلبه، لكنه بيتفاجئ إن الطعنة ما اخترقتش جسمه أصلا، ده بسبب قطع من الحديد كان كايو حاططها له في هدومه تحسبا لأي ظروف من النوع ده. وبيستخدم تايو مسدس صواعق اليوزاكورا ضد ماكوتو، لكنه مش بيتأثر بيه. وفجأة بيطلع ماكوتو جهاز معاه وبيدوس على زرار فيه بيخليه يختفي في لحظة، وبياخد الكمبيوتر بتاعه معاه. لكن تايو مش بيهتم لأنه بيكون نقل المعلومات اللي عليه على فلاشة قبل ما ماكوتو يهجم عليه. وبيرجع تايو للبيت وبيفضل يدور بدقة على المقر الأصلي لجماعة التانبوبو، لكنه بيلاقي صعوبة كبيرة في إنه يوصل. وبيلاقي تايو معلومات في الفلاشة عن فندق اسمه دانديليون، وبيعرف إن دي كلمة إنجليزية بتدي نفس المعنى اللي بيدل عليه لفظ التانبوبو في لغة تانية، وبيحس إنه مسك طرف الخيط من هنا. وتاني يوم بيصحى تايو وبيلاقي نفسه على قارب في البحر بدون أي مقدمات، وبيظهر إن كايو هو اللي نقله لهنا وهو نايم عشان يعمل ليه تدريب في البحر. وبيتضح إن كايو عمل إعلان إن هو وتايو هيكونوا موجودين هناك في الميعاد ده عشان يجذب الأعداء في اتجاههم ويخلي تايو يحاربهم. وبالفعل بيهجم عدد من الأعداء على تايو اللي بيتغلب عليهم بكل سهولة، لكن اللي تايو ما بيكونش عارفه هو إن الطريق البحري اللي هم ماشيين فيه دلوقتي يبقى واحد من الطرق اللي جماعة التانبوبو بتستخدمها لتهريب المواد الغير مشروعة، وبيكونوا زارعين متفجرات حوالين المحيط ده عشان تنطلق منه بشكل تلقائي على أي حد يمر منه. بس كايو بيكون عارف ده كويس، وبيقرر يبعت تايو في مهمة أصعب، وهي إنه يروح يبطل مفعول القذيفة المتوجهة عليهم
عليهم دلوقتي، وبيلفوا بالأسلاك الفولاذية بتاعته وبيرميه لبعيد جدا في اتجاه القذيفة. وهنا تايو بيقع في البحر في نفس محيط القذيفة، وبيلف سلكة عليها وبيفضل ماسك فيها المسافة طويلة، وطول المسافة دي بيحاول يفتحها ويبطل مفعولها بناء على تعليمات اليوزاكورا، وبالفعل بينجح في انه يوقفها قبل ما توصل عند كايو بلحظات. وبيكون كايو فخور بيه وبيتكلم معاه وبيعرفه انه قدر يوصل لمعلومة مهمة جدا، وهي ان ماكوتو ليه جناح خاص بيه في فندق داندليون اللي هو قرأ اسمه على الفلاشة. فبيقرر تايو انه يتحرك بسرعة وياخد خطوة عشان يقضي على المنظمة بتاعته، وبيظهر ان هدفه الاول هو حماية متسومي منهم مش الانتقام على فقد اهله. وبعد محاولات كتير وصعبة بيقدر تايو اخيرا ان يوصل للجناح اللي ماكوتو مستقر فيه. الغريب انه بيلاقي انه مين مالك الفندق عنده في الجناح، وبيظهر ان ماكوتو كان بيديله مصل الهيزاكورا المستخلص من طاقة هرمون السومينين اللي كانوا شغالين عليه طول الفترة اللي فاتت. وبيقول ماكوتو لتايو انه مش هيقدر يخلص عليه بنفسه لانه مشغول دلوقتي، وبيوكل المهمة لنومين، وبتيجي طيارة هليكوبتر تهربه من المكان. ووقتها نومين بيحقن نفسه بمصل الهيزاكورا اللي اداهوله ماكوتو، وبيتحول لشخص عملاق عنده عضلات جبارة، وبيهاجم تايو بقوة شديدة لدرجة انه بيكسر بجسمه الجدار. وبيحاول تايو يدافع عن نفسه بس ما بيكونش قدامه فرصة نهائي، وبيكون هيموته لولا شينزو اللي بيقتحم عليهم الجناح من تحت الأرض، وبيصوب طاقة إشعاعية على نومين وبيبعده عن تايو وبينقذه منه على آخر وقت. وبيوجه شينزو كل الأسلحة اللي معاه على نومين في وقت واحد، وبيفضل يضربه بالنار لكنها مش بتأثر فيه. فبيدخل معاه في قتال وبتكون قوة نومين متكافئة، فبيلجأ لحيلة حقيرة، وهي إنه بيهدده بإنه هيفجر الفندق بكل النزلاء اللي فيه لو ما توقفوش عن محاولة قتاله. بس تايو بيكون سامعهم وبيروح يزرع نفسه وسط النزلاء على إنه دخيل، وبيستخدم ألعاب نارية على إنها متفجرات وأسلحة عشان يخوفهم، وساعتها بيهرب كل النزلاء من الفندق. وبعد ما طمن شينزو بيقرر يوجه لنومين الضربة القاضية، وبيصوب عليه RPG بيطلق طاقة كهربية صاعقة وبيصعقه بيها وبيقضي عليه تماما. في الوقت ده تايو بيكون واقف مستنيه بره، ووقتها بيمر على تايو شخص شكله غريب وبيتظاهر بإنه بيحضنه وبيطلب منه يخلي باله من نفسه وبيسيبه يمشي. وبعدها بيوصل شينزو عند تايو وبيتفاجئ إنه بينزف من كل اتجاه، وفجأة تايو بيغمى عليه من شدة النزيف المفاجئ اللي حصل له، وبيتم نقله لغرفة الرعاية. وقبل ما يفهموا هو إيه اللي حصل له بالظبط بيظهر جيش ضخم من التنبوبو، بيكونوا كلهم واخدين مصل الهيزاكورا عشان يقدروا يقتحموا البيت بتاعهم ويخطفوا متسومي. وأول ما بيقربوا من البيت بيلاقوا جوليوس واقف قدامهم، وبيحول نفسه لذئب عملاق وبيهجم عليهم كلهم وبيقلل من قوتهم. وساعتها اخوات متسومي بيتصدروا للكتيبة وبيهاجموهم هجوم شرس جدا. ولما بيقرب عدد منهم للباب عشان يقتحموا البيت بيلاقوا كايو لفهم بأسلاكه الفولاذية وقطعهم. وهنا ياما زعيم الكتيبة بيقرر يدخل بيت اليوزاكورا في الحال، وبيتضح ان السومنين بتحدد قوته بناء على تطابقه مع الشخص نفسه، وياما بيكون متطابق بنسبة 80% معاه، وبيطلع له عضلات قوية في دراعه. وبيهجم بيه على جوليوس وبيدفعه في اتجاه البيت لحد ما بيقدر يكسر الجدار بجسم جوليوس وبيقتحمه. وهنا بتخرج بوابات حديد من الارض وبتقفل البيت كله من بره، وبتعزل متسومي عن باقي اخواتها اللي في الحديقة. وبيكون كايو عارف ان محدش يقدر يتحكم في البوابات دي غير لو كان معاه خاتم الزعيمة التاسعة اللي هي امهم، فبيقول لاخواته انه هيروح بنفسه يرجع الخاتم ده لان شكله كده عارف مين بيهجم عليهم. وبيتضح انه حاليا في حيازة نفس الشخص اللي مر على تايو في الفندق قبل ما شينزو يوصله بلحظات. وبيوصل كايو لنفس المكان ده بسهولة، والصدمة بقى وبنتفاجئ انه بيبقى والدهم، وبيستغل التنبوبو وبيسلطهم على تايو بشكل مباشر عشان يرفع من معدل قوته، لان ده هيخليه مطمن اكتر على متسومي وهي معاه. بس هو في نفس الوقت بيشتغل بشكل منفرد وبيعرض عيلته للخطر. وعند ياما بيقطع اسلاك محول الكهرباء اللي في البيت عشان يعطل الفخاخ المزروعة، وساعتها الاجهزة بتنفصل عن تايو بشكل تلقائي ونبضه بيبدأ يضعف. وعشان متسومي تحمي حياته بتقرر تحقنه بجزء من دمها اللي بيحتوي على بروتين السومينين. وفجأة بيجي ياما من وراها وبيكون على وشك انه يحبسها في قبضته، لكن تايو بيفوق في اللحظة الأخيرة وبيبعدها عنه وبيدخل معاه في قتال حاد، وبيكون متفوق عليه بفضل دماء متسومي اللي بقت بتجري فيه. لكنه فجأة بيبدأ يضعف وقوته بتنهار، وده لأن جسمه كان أضعف من إنه يتحمل قوة اليوزاكورا جواه. لكن متسومي بتطمنه وبتطلب منه إنه يهدى وإنه بتثق فيه. ساعتها بيفوق تايو وبضربة واحدة بيقضي عليه تماما. واخوات
موتسومي من بره بيقضوا على كتيبة التنبوبو اللي هجمتهم، وبيقدر كايو إنه يسترد الخاتم من أبوه بس ما بيقدرش يقبض عليه وبيهرب منه، وبيرجع لإخواته تايو وبيفرح لما بيلاقيهم في أمان. وتاني يوم بيصحى تايو عشان يروح المدرسة، لكن موتسومي بتعرفه إنها مش هتقدر تروح معاه زي كل يوم لأن التنبوبو ممكن يهاجموها تاني لو خرجت، وبتطلب من ناناو إنه يروح معاه بدلها عشان يحميه. وقتها ناناو بيحقن نفسه بمصل بيخلي شكله يتغير ويتحول من صاحب العضلات الضخمة لطفل صغير، وبيتضح إن ده شكله الطبيعي، بس طبيعة قوته الخارقة هي اللي بتخلي جسمه كده، وعشان يسيطر على جسمه ويختلط بالبشر لازم يحقن نفسه بالمصل ده كل شوية. ويوم تايو بيتحول بدل ما ناناو يحميه هو اللي بيحاول يحميه ويخلي شكل جسمه مستقر. بس طبعا بعد التدريبات اللي اتعرض ليها في بيت اليوزاكورا، اليوم ده بيكون بالنسبة ليه فسحة وبيقدر يحافظ على ناناو وبيقوي علاقتهم ببعض. ولما بيرجع تايو للبيت بيلاقي موتسومي بتعرفه إنها شاركت بمسابقة وفازت برحلة لمكان اسمه الينبوع الحار، وبتفهمه إن المكان ده أشبه بمصيف للناس اللي في عالم الإجرام والجاسوسية، وبتستعد معاه هو وإخواتها عشان ينطلقوا في رحلتهم للينبوع الحار. وهناك بينزلوا في فندق كبير، وبيخاف تايو من أشكال الناس اللي بيكونوا هناك اللي بيكون واضح عليهم الإجرام بشكل مبالغ فيه، لكن فتابو بتطمنه وبتعرفه إن ممنوع القتال هنا، وده معناه إن محدش يقدر يهاجمه منهم. وبالفعل بيقضوا أجازة ممتعة اللي بتهيئهم نفسيا للمعركة اللي هم داخلين عليها قريب ضد منظمة التنبوبو. وبتقرر موتسومي في نهاية اليوم تعترف له بأن باباها هو اللي حرض التنبوبو على مهاجمته عشان يزيد من قوته ويتأكد إنها هتحقنه بدماء اليوزاكورا. وبيتفاجئ تايو لأنه كان فاكر باباها متوفي، وبيطلب منها تخليه يقابله في أقرب وقت ممكن. وتاني يوم حكومة الجواسيس بتبعت سوي وأوجا لمنشأة ماكوتو في مهمة عشان يصادروا كمية الهيزاكورا اللي هناك، وبالفعل بيوصلوا لمقر المنشأة وبيخلصوا على الحراس اللي هناك وبيقتحموها، لكنهم بيتفاجئوا إن الكمية اللي هناك تم شحنها قبل ما يوصلوا. وبتوصل أخبار لماكوتو وهو في مكتبه في المنشأة بإن في دخلاء في المكان، لكن ماكوتو مش بيتأثر وبيظهر إنه عامل حسابه ومستعد لأي هجوم. وفجأة بتنفجر قنبلة قوية في الغرفة اللي أوجا وسوي موجودين فيها، وبينجو منها بأعجوبة. في الوقت ده بيعرف تايو اسم القطر اللي التنبوبو بيستخدموه في تهريب شحنات الهيزاكورا، وبيروح يتنكر في زي عامل بيشتغل في القطر وبيركبه وبيتحرك مع القطر، وبيقضي وقت طويل جدا بين الركاب وعمال القطر على أمل إنه يكتشف بينهم أي شخص من جماعة التنبوبو، لكنه مش بيلاحظ حاجة نهائي، وبيبدأ يحس بإحباط وبيطلع يقعد فوق القطر لوحده. ووقتها بيقع مسدس اليوزاكورا بتاعه من فوق القطر، فبيتضايق جدا وبيحس إن مهمته كده بقت أصعب، لكنه بيقرر ما يستسلمش مهما حصل عشان يحمي حياة موتسومي منهم. ولما بينزل تايو للقطر بيشوف بنت شعرها أبيض وكثيف جدا وهي على وشك إنها تقع من شباك القطر، فبينقذها بسرعة وبيدخلها جوه. ووقتها البنت بتشكره وبتديله المسدس اللي وقع منه، وبيظهر إنها خرجت نفسها من الشباك عشان تجيبهوله لأنها شافته وهو بيقع منه، وبتعرفه إن اسمها شيراي. وبيشكرها تايو وبيسيبها عشان يروح يشوف شغله في القطر. وفجأة بيكتشف تايو إن بخار القطر متعدل لغاز هلوسة بيخلي أي حد يستنشقه ما يتعرفش على الناس اللي حواليه بشكلها الصحيح، فبيتأكد إن ماكوتو موجود وسط الركاب وهو مش متعرف على شكله بسبب الغاز اللي استهدفوا بيه. فبينطلق تايو في القطر بمسدس اليوزاكورا وبيفضل يضرب صواعق على كل اللي في المكان لحد ما الركاب الحقيقيين بيخافوا وبيهربوا. وهنا بيظهر ماكوتو وهو قاعد مع أبو موتسومي في عربية في القطر، وبيتشال عنهم التنكر قدام تايو اللي بيتفاجئ إن حماه متواطئ مع ماكوتو وراكب معاه على نفس القطر اللي بيورد شحنات الهيزاكورا، وده معناه إنه خاين، فبيقرر إنه يخلص عليه. وأول ما بيصوب تايو على حماه مسدس اليوزاكورا بيتصدم بشيراي وهي بتكتفه بشعرها وبتمنعه عنه، وساعتها بيظهر على جبهتها شعار التنبوبو، وبيتضح إن ولائها لماكوتو من الأول. وبيعترف ماكوتو لتايو إنه سابه يوصل لكل المعلومات دي بإرادته عشان يستدرجه لحد هنا ويستغله، وده عشان يختبر قوة دماء اليوزاكورا اللي اكتسبها مؤخرا في مواجهة عينة من اللي بتتطابق مع مصل الهيزاكورا بنسبة 100% اللي هي شيراي. وبعدها بيركب عربية تانية من القطر هو وأبو موتسومي، وبيفصلوها عن العربية اللي تايو عليها مع شيراي وبيتحركوا. ووقتها شيراي بتقرر تقضي على تايو وبتحبسه بين خصلات شعرها الكثيف، وبتفضل تضغط عليه بكل قوتها عشان تخنقه، لكنه بيقدر بعد معاناة إنه يقطع شعرها من على جسمه ويتحرر بفضل طاقة اليوزاكورا اللي بقت في دمه من بعد ما موتسومي حقنته بدمها أثناء هجوم التنبوبة عليهم في البيت.
ولكن شيراي مش بتستسلم وبترجع تهاجمه من تاني، فبيتفادى تايو كل هجماتها بحركاته القتالية ولياقته البدنية، لكنها بتتمكن منه في النهاية وبتربطه بشعرها وبتخبطه جامد في الأرض. وبتعرفه شيراي إن سبب قوة شعرها هو إنه مركب من طاقة الهيزاكورا، وبتقرر تحكي له ماضيها الغريب جدا، وبتعرفه إنها من 10 سنين كانت مصابة بمرض خطير لدرجة إنها كانت عاجزة عن الحركة والكلام، لحد ما طاقة الهيزاكورا حست بيها وأمدتها بالقوة والطاقة اللي كانت محتاجاهم وأنقذت حياتها. ومن وقتها وهي تعلن تنبوبو وبتساعدهم في كل مخططاتهم، وبتفهموا إن أقصى مدة ممكن للجسم البشري يتحملها من طاقة الهيزاكورا هي 10 سنين، وده معناه إنها قربت جدا من أجلها. وبتقول شيراي لتايو إن كل شحنة الهيزاكورا اللي على متن القطر دلوقتي هتلاقي طريقها للناس اللي محتاجاها وهتروح لهم زي ما راحت لها زمان، وده معناه إن كل الناس دي هتتحول كمان لمجندين عند التنبوبو، والتنبوبو هيحتلوا البلاد. وبتفهموا إن السبيل الوحيد لمنع ده من إنه يحصل هو إنه يقضي عليها ويوقف القطر. وبترجع تهجم عليه من تاني، وساعتها تايو بيخطر في باله إنه يقضي عليها بمسدس صواعق الهيزاكورا، لكنه بيتصدم إن شعرها فيه مادة مقاومة للصواعق، لكنه مش بيستسلم وبتظهر عليه درجة عالية من القدرة على التحكم في السلاح اللي في إيده، لدرجة إنه بيحوله من مسدس صواعق لسيف حاد جدا. وبسرعة بتبدأ شيراي تستخدم عليه استراتيجياتها القتالية اللي اكتسبتها من طاقة الهيزاكورا اللي بقت بتجري في دمها، وبيبادلها تايو حركاتها القتالية باستراتيجياته الخاصة، وبيتمكن من إنه يقطع لها شعرها، لكنها بتعرفه إنه مهما قطعه هيرجع يكون نفسه وينمو من تاني، وبترجع تقاتله أقوى من الأول. وأثناء القتال بيتصدم تايو بطاقة موجات سحرية خارجة منها، وبتتكلم معاه من غير ما تحرك شفايفها أو صوتها يظهر، وبتوصل الموجات دي من عقلها لعقله بشكل مباشر، وده لأنها بتكون عارفة إن ماكوتو مراقبها، وبتبقى عاوزة تصارح تايو بسر كبير من غير ما ماكوتو يعرف إنها قالته له. وبتصدمه شيراي وبتقول له إن موت أهله كان ذنبها هي، وبتحكي له إنها من 10 سنين اتصابت بمرض خطير وكانت محجوزة في عيادة ماكوتو، وأمه كانت بتشتغل ممرضة في العيادة عنده، ومن وقتها وهي اتعرفت عليها وصاحبتها هي وباباه، وبقوا طول العمر بيقدموا ليها الدعم وبيفرحوها. وعلى الرغم من إن حالتها كانت ميؤوس منها جدا، إلا إنها خفت فجأة ورجعت تمارس حياتها الطبيعية، لكنها ما بتكونش عارفة إن السبب في شفائها هو إن ماكوتو حقنها بطاقة الهيزاكورا، لحد ما في يوم ماكوتو استدعاها للمستشفى وصرحها بالحقيقة، وحكى لها إنها أول شخص يجرب عليه الموضوع وينجح، وبيوريها عدد مهول من الجثث بتاعة الأشخاص اللي جرب عليهم المصل اللي قبلها وما قدروش يتحملوه. وبتتصدم شيراي من اللي هي بتسمعه، لكن صدمتها الكبيرة بتحصل لما بيعرفها ماكوتو إنه خلص على الممرضة بتاعته وجوزها، لأنهم شاركوا في اللي حصل، وده عشان يمحي أي دليل عليه. وبيجبرها إنها تنضم لجماعة التنبوبو لأن روحها دلوقتي بقت حرفيا بين إيديه. وبتطلب شيراي من تايو إنه يحمي عيلته الجديدة، وبتلفه بشعرها وبترميه بره القطر، لكن تايو بيرجع لها تاني وبيدور قتال بينهم فوق سطح القطر. وبتتظاهر شيراي إنها بتحاول تقضي عليه لأن ماكوتو بيكون مراقبها، وبيفضل تايو يحاربها. وفجأة أثناء القتال بتبدأ شيراي تفقد قوتها وبتقع فجأة وهي ضعيفة وكأنها رجعت للمرض من تاني. وساعتها تايو بيهون عليها وبيعرفها إن فقده لأهله ما كانش بسببها ولا حاجة، وإنه حاليا بفضلها هيقدر يحمي عيلته الجديدة. وبتفقد شيراي حياتها بعد ما بتتأكد إنه مسامحها. وهنا بيوصل لمكانهم واحد من التنبوبو اسمه ميزوكي، بيكون ماكوتو بعته عشان ياخد شحنة الهيزاكورا اللي على القطر وينقل جثة شيراي لعنده. وبتكون في طفلة مع ميزوكي اسمها آيا، ولما تايو بيحاول يمنع ميزوكي من إنه يستلم الشحنة بيمسكه ميزوكي بكل سهولة وبيضغط على رقبته وبيكون على وشك إنه يقضي عليه. وهنا بتوصل فوتابو للمكان ومعاها رين، وأول ما آيا بتشوفهم بتهجم عليهم بكل شجاعة، فبتشيلها رين بقوة وبترميها بعيد عنها. ووقتها ميزوكي بيخرج طاقة سامة من جسمه وبيوجهها عليهم عشان ينهي حياتهم، لكنهم بيتفادوها. وبتتهجم فوتابو على القطر وبتدمره بشحنة الهيزاكورا اللي عليه، وبتاخد تايو هي ورين وبيمشوا من المكان. وتاني يوم بتقدر رين توصل لموقع مخبأ التنبوبو من خلال جهاز متتبع للمواقع كان مع شيراي قبل ما تموت قالت لتايو عليه، وبيكون مكانهم على جزيرة اسمها جزيرة الهيكل. وبيقرروا ان الهجوم هيكون بعد اسبوع من دلوقتي على الجزيرة، وعلى مدار الاسبوع ده كل واحد منهم بيطور من قدراته ومهاراته القتالية لأقصى حد ممكن عشان ما يكونش فيه فرصة لهزيمتهم في الحرب اللي هتحصل. وبيقدروا يصادروا كمية الهيزاكورا اللي مع التنبوبو على الجزيرة. في الفترة دي بيهرب الجد بان من مهمته في السجن للمرة التانية عشان يتولى مهمة تدريب تايو،
وبالفعل بيدربوا على أعلى مستوى وبيساعدوا في إنه يكتسب مهارات جديدة، وبيطور مستوى تايو في القتال بشكل ملحوظ جدا. في الوقت ده بيجتمع ماكوتو برجالته وبيعرفهم إن عمليتهم الجديدة هتتم بكرة، وبيقعد كايو مع تايو لوحدهم وبيعرفوا بسر أول مرة يقولوا لحد، وهو إن قبر أمه اللي هما بيزوروه كل شوية ما فيهوش جثة أصلا، وإن الجثة بتاعتها موجودة في مقر التنبوبو. وبيعرفوا إنه قرر يجيب جثة أمه من عندهم ويدفنها في مكانها، لكنه بيطلب منه ما يعرفش حد من إخواته عشان ما يحسوش بزعل. وتاني يوم الفجر بينطلق تايو وجماعته على متن طيارة هليكوبتر بتنقلهم لجزيرة الهيكل اللي عليها مقر التنبوبو، وبترصد أجهزة التنبوبو الأمنية إن في دخلاء وصلوا للمحيط بتاعهم، فبيطلعوا أقوى واحدة فيهم من المقر عشان تواجه الدخلاء، وبتكون نينجا محترفة اسمها أساكا. وأول ما بيبدأوا يهبطوا من الطيارة بتضرب أساكا عليهم قوة نارية، لكن فوتابو بتصدها في لحظة وبتقدر تتحكم فيها وترميها بعيد عنهم، وبيهبطوا قصاد المقر. وبيهجم كايو وشينزو وناناو على الحراس اللي على باب المقر وبيقضوا عليهم بقواهم السحرية. في نفس الوقت فوتابو بتكون بره المقر وبتلاحظ جولياس قدامها والأرض بتتحرك من تحته، وبيظهر إن أساكا كانت بتحاول تفجر الأرض من تحته، لكن فوتابو بتنقله من مكانه بسرعة قبل ما النار تطوله وبتنقذه. ووقتها بتظهر أساكا لفوتابو وبتواجهها بالنار بتوجيه دقيق من ماكوتو اللي بيكون على تواصل معاها لحظة بلحظة، لكن فوتابو بتصدمهم بقوة التصدي اللي عندها وبتتفادى قوة النيران اللي بتطلقها عليها أساكا مهما كان حجمها أو تأثيرها. في الوقت ده تايو واللي معاه بيكونوا دخلوا للممر اللي بيوصل للمخبأ، وأثناء ما هم بيخلصوا على الحراس اللي هناك بيتصدموا بدعم جاي من وراهم من التنبوبو وبيحاصروهم من كل اتجاه. وفجأة بيظهر من سقف الممر شخص قوي جدا من التنبوبو اسمه كورو، بيكون جسمه فولاذي لدرجة إنه مش بيتأثر بأي ضربة. وبيتعرض كورو لتايو وبيكون على وشك إنه يحبسه في قبضته، لولا شينزو اللي بيتدخل وبيضرب كورو بالسلاح بتاعه وبيحمي تايو منه، لكنه مش بيقدر يقضي عليه بفضل جسمه الفولاذي. وبره المقر بتستمر حرب النار العنيفة بين أساكا وفوتابو بتحبط كل هجمات أساكا مهما كانت قوتها عن طريق التحكم في الرياح المحيطة بالطاقات النارية اللي بتوجهها عليها، لدرجة إن أساكا بتقرر تستخدم كل طاقة السومينين اللي عندها دفعة واحدة في نفس الطلقة عشان تكون قاضية وتقضي على فوتابو. ولما بيلاحظ ماكوتو إنها بتعمل كده بيأمرها تنسحب في الحال، لأن اللي بتعمله ده كفيل يخلص عليها، لكنها مش بتهتم وبتستمر في هجومها. وهنا بيقرر ماكوتو إنه يفعل الجدار المضاد للنيران عشان يوقفها، وساعتها طاقتها بتهدى وفوتابو بتتمكن منها وبتخليها تفقد الوعي. في الوقت ده شينو بتكون في الطيارة ومعاها جهاز التحكم اللي بتدل تايو واللي معاه على طريقهم في الممر من خلاله. وفجأة بيرجع كورو يواجه شينزو، فبتخاف شينو عليه وبتفعل حاجز قوي بينه وبين كورو وبتطلب منه يجري قبل ما كورو يدمر الحاجز لأنه مش هيقدر يواجهه. ساعتها شينزو بيحس من جواه إن أخته شايفاه ضعيف وبيقرر إن محدش هيقضي على كورو غيره. في نفس الوقت كورو بيدمر الحاجز وشينزو بيكون جاهز سلاحه الفتاك وبيدخل معاه في حرب شرسة جدا. وفجأة كورو بيحبسه في محيط من الفولاذ وبيسيطر عليه، وبيبدأ شينزو يحس إن مفيش مخرج من اللي هو فيه. وفجأة بيجي في ذاكرته موقف لأمه وهي بتشجعه لما كان صغير، وكلامها بيشحن فيه الحماس وبيخليه يدمر المحيط الفولاذي ويسحب طاقته جوه السلاح بتاعه، وبيطير على كورو بسلاحه وبيكون على وشك إنه ينزل عليه بالضربة القاضية، لكن كورو للأسف بيفتت له السلاح بتاعه وبيحبطه أكتر. لكن شينزو مش بيستسلم وبيحارب بدون أي توقف وبيستمر في المقاومة لحد ما أخيرا بيقضي على كورو وبيأمن الطريق للباقي عشان يدخلوا. وفجأة شينو بتكتشف معلومة مهمة جدا وهي بتدور ورا التنبوبو، وبتعرف إنهم مخزنين 2000 طن من الهيزاكورا المركز في أعماق المبنى اللي هم فيه دلوقتي. وبتحكي لتايو وبتعرفه إن جدار مخازن الهيزاكورا مزروع فيها متفجرات، وبتكتشف إنها هتنفجر كلها بمجرد ما آخر نقطة من الهيزاكورا اللي بيصنعوها تملى آخر واحدة من أنابيب التخزين. ووقتها الهيزاكورا هتنتشر في البحر اللي الجزيرة عليه، وده هيتسبب في فوضى مش طبيعية وصعب إنه يتم السيطرة عليها. وبتعرفهم شينو إنه قدامهم نص ساعة بس والمكان ينفجر، وبيظهر إن خطة ماكوتو اللي كان بيحكي عنها هي إنه يزرع الهيزاكورا في البحر وينشرها في الناس كلها عشان يكبر جماعة التنبوبو على قد ما يقدر. وبتوزع شينو المهام على إخواتها عشان يكسبوا أكبر قدر ممكن من الوقت، وكل واحد منهم بيتحرك في اتجاه وبيقوم بمهمة معينة. وبتقدر شينو من مكانها إنها تخترق نظام دفاع التنبوبو. وهنا بيوصل كايو مع تايو عند بوابة المختبر اللي بيتم صناعة عينات الهيزاكورا فيه، وبتكون البوابة ضخمة جدا وفولاذية، فبيوحدوا قواهم مع بعض لحد ما بيدمروها. ووقتها بيلاقوا ماكوتو واقف قدامهم وبيتحدث
وبيتحداهم في إنهم يقدروا يوقفوا خطته، وبيصدمهم إن خطف ناناو وبيساومهم على حياته مقابل إنهم يتخلوا عن مهمتهم في وقف مشروعه. وعشان يثبت لهم إنه في خطر بيسمعهم صوت صريخه وهو بيتم تعذيبه على إيد ميزوكي. وهنا بيوصل سوي وأوجا للمكان وبيضربوا ميزوكي وبينقذوا ناناو، وبيوصل معاه شرطي هوتو وجنوده وبينقضوا على كل رجالة ماكوتو اللي في المكان، وبيقضوا على عدد كبير منهم. وكمان رين وفوتابو بيحاربوا التنبوبو اللي بره المخبأ. وجوه المخبأ بتنقض آية على سوي وأوجا فبيحاربوها، لكنهم بيراعوا إنهم ما يخلصوش عليها لأنها مجرد طفلة بيتم استغلالها. وفجأة أثناء القتال آية بتضخ وبتفقد الوعي، وبيقول ميزوكي إن الحل الوحيد لإنقاذها هو إنه يضخ طاقة السومينين اللي فيه جواها، لأن معدل الهزاكورا عندها بقى ضعيف نتيجة القتال. وبالفعل بيضخ طاقته كلها جواها، ولكن ده بيؤدي لأن جسم ميزوكي كله بيبدأ يتشقق وينهار وبيختفي تماما من المكان وبيتحول لسراب. وبتفوق آية بعد ما ميزوكي ضحى بحياته عشان ينقذها. في الوقت ده بيقرر تايو إنه يقضي على حياة ماكوتو النهارده مهما كان الثمن، وبيصوب عليه مسدس طاقة الهزاكورا وبيطلق عليه صواعق جبارة لكنها مش بتأثر فيه. وهنا بيتدخل كايو وبيربط ماكوتو بأسلاكه الفولاذية وبيقطع جسمه لأجزاء. وهنا بيتفاجئ تايو بأجزاء جسمه وهي بتتجمع مع بعضها وبتتكون من جديد وبترجعه للحياة. لكن كايو مش بيتفاجئ، وبيظهر إنه عارف إن ماكوتو بتسكن روح وحشية وإنه مش مجرد إنسان. وبيقول لتايو إن ماكوتو اتولد سنة 1914، وعلى مدار القرن اللي فات كل ما حياته بتنتهي بيلاقي طريق للرجوع ليها. وبيقرر ماكوتو إنه يحبس تايو وكايو في المخبأ ويخليهم يحضروا الانفجار اللي هيحصل، وبيصنع قدامهم حاجز قوي جدا عشان ما يقدروش يهربوا من الباب. لكنهم بيفاجئوه وبيوحدوا قواهم مع بعض وبيقضوا على الحاجز اللي هو صنعه وبيدمروه هو كمان قبل ما يهرب. وبينجحوا أخيرا في إنهم يوقفوا المشروع بتاعه وينقذوا اليابان من خطر كبير كان هيحل عليها لولا تدخلهم. وبكده بينتهي فيديو النهارده. ما تنسوش تدعمونا بلايك وتقولوا لنا رأيكم في الكومنتات، ويا رب الفيديو يكون عجبكم. سلام.